أنظار العالم تتجه إلى المغرب مرة أخرى، هذه المرة بعيدا عن كرة القدم. الأمر هنا يتعلق بميناء الناظور غرب المتوسط، خاصة بعد إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز أمام الحركة التجارية العالمية. فهل سيستفيد المغرب من أزمة مضيق هرمز؟ ويكون ميناء الناظور مسارا بديلا محتملا لتأمين إمدادات الطاقة العالمية في ظل الحروب والأزمات؟ في هذا الإطار يبرز اسم ميناء الناظور كأحد الحلول. من خلال الميناء يسعى المغرب لترسيخ مكانته كفاعل رئيسي في التجارة البحرية، ويسارع الزمن من أجل الانتهاء من بنائه. الميناء ينظر إليه كمحطة بديلة وآمنة لضمان إمدادات النفط والغاز في حال تعطل الملاحة في الشرق الأوسط بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة. فما الذي يميز ميناء الناظور غرب المتوسط؟ خلال اجتماع عمل عقد في القصر الملكي في الدار البيضاء في 28 من يناير 2026، ترأس ملك المغرب محمد السادس جلسة لمتابعة تقدم أشغال مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط. وقد بدأت أعمال إنشاء الميناء عام 2016 على أن تنتهي نهاية هذا العام. ويقع المشروع في موقع استراتيجي على مسافة تقارب 180 كيلومترا من السواحل الإسبانية، مقابل مدن مثل مودريل ومالاغا. ويبلغ حجم الاستثمار في المشروع نحو 5 مليارات و600 مليون دولار. ومن المنتظر أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء عند دخوله الخدمة نحو 5 ملايين حاوية سنويا، مع إمكانية التوسعة لاحقا لتصل إلى 12 مليون حاوية سنويا. ويتضمن المشروع بنية تحتية واسعة تشمل 5 كيلومترات فاصل 4 من حواجز الأمواج و4 كيلومترات من الأرصفة، إضافة إلى 4 محطات لتوليد الطاقة. كما يشمل إنشاء محطة للغاز الطبيعي بطاقة سنوية تبلغ نحو 5 مليارات متر مكعب. ويضم المشروع أيضا منطقة صناعية ولوجستية تمتد على مساحة 700 هكتار، مما يعزز طموح المغرب في ترسيخ موقعه كمركز إقليمي للتجارة والطاقة في حوض البحر المتوسط. المغرب يراهن على لعب دور محوري في تجارة الطاقة واللوجستيك، ويحاول بهذا المشروع ترسيخ مكانته كفاعل أساسي في التجارة البحرية الدولية. ولكن هناك نقطة مهمة تدفعنا لنتساءل، وهو سؤال مشروع: إذا كان المغرب بالأساس ليس دولة منتجة للبترول والغاز، فكيف سيوفر حلولا لإمدادات الطاقة؟ صحيح أن اليوم المغرب ليس دولة منتجة كبرى للبترول أو الغاز، لكن دوره في منظومة الطاقة العالمية لا يقتصر فقط على الإنتاج، بل يمتد إلى اللوجستيك الطاقي والتخزين وإعادة التوزيع والربط بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك. هناك عدة دول في العالم تلعب دورا أساسيا ومحوريا في سوق الطاقة، رغم أنها ليست منتجة، فقط لأنها تمتلك موقعا استراتيجيا وبنية تحتية متطورة. وهناك على سبيل المثال سنغافورة، فسنغافورة لا تنتج النفط، لكنها تعد من أكبر مراكز تكرير وتخزين النفط في العالم. هولندا كذلك عبر ميناء روتردام أصبحت منصة رئيسية لتخزين وتوزيع الطاقة في أوروبا، حيث تمثل حلقة وصل مهمة بين الأسواق الأوروبية ومصادر الطاقة الدولية. أسواق الطاقة العالمية تشهد ارتفاعات حادة في أسعار النفط والغاز بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما تبعها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، بينما لم تتعافى الأسواق بشكل كامل من آثار الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي ضاعف من هشاشة سلاسل الإمدادات العالمية للطاقة. حوالي 20% من الاستهلاك العالمي اليومي للنفط يمر عبر مضيق هرمز. مع بدء الحرب على إيران ارتفع سعر النفط خام برنت بأكثر من 25% ليصل إلى حوالي 92 دولارا للبرميل بحلول 6 من مارس. كما وصل سعر برنت في بعض تداولات آسيا إلى 119 دولارا للبرميل في 8 و9 من الشهر الحالي.
أكثر الدول تضررا من التوقف شبه التام لتدفق النفط والغاز عبر مضيق هرمز هي الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية، علما أن أكثر من 75% من واردات النفط الآسيوية تمر عبر مضيق هرمز. رغم أن إيران لا تطل على البحر المتوسط ولا تدعم بشكل مباشر جماعات تابعة لها هناك وهي أبعد ما يكون عن المنطقة، إلا أن أعين الإيرانيين تترصد شمال المغرب وجبل طارق، فقد سبق وهدد طهران بإمكانية إغلاق مضيق جبل طارق. قريبا قد يجدون أنفسهم أمام إغلاق البحر الأبيض المتوسط ومضيق جبل طارق وممرات مائية أخرى، عليهم انتظار الطوفان. رغم عدم منطقية هذا التهديد عسكريا، اعتبر محللون في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن تهديد طهران هذا مرتبط بنشاط إيران غرب المتوسط عبر وكلائها. فهل سيكون ميناء الناظور بمنأى عن أي هجمات مستقبلية قد تستهدف مصادر الطاقة خاصة بعد هذه التهديدات؟ طبعا إيران يعني والحرس الثوري الإيراني هدد ليس فقط يعني حركة الملاحة العالمية، وإنما هدد عواصم أوروبية، وحاول يعني يقوم بعمليات اغتيال على الأراضي الأمريكية. يعني نعرف أن لدى إيران يعني والنظام الإيراني يد غليظة، ولكن من ناحية تهديد يعني حركة الملاحة تحديدا في البحر الأبيض المتوسط ومن خلال يعني مضيق جبل طارق، لا أعتقد أن لدى إيران يعني القوة العسكرية واللوجستية لتقوم يعني بأي تهديد فعلي هي كدولة أو كحرس ثوري يعني أو كحتى مجموعات تابعة لهم. طبعا هن أظهروا عن قدرة كبيرة لحد اللحظة بتعطيل حركة الملاحة بمضيق هرمز، وحلفائهم ويعني وأتباعهم اللي هي حركة الحوثي في اليمن بالعامين الماضيين كمان أثبتت قدرتها على تعطيل حركة الملاحة من خلال مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وحتى خفضت يعني حركة الملاحة بقناة السويس. إنما ميناء الناظور بالمغرب بعيد جدا ويعني بمنطقة آمنة. استنادا إلى التحليلات الاقتصادية، يعد ميناء الناظور غرب المتوسط مشروعا موجها بشكل أساسي نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية ودول غرب أفريقيا، نظرا لموقعه الاستراتيجي الذي يجعله محطة بديلة وآمنة في سلاسل الإمداد البحرية عالميا. فما هي الأسواق التي ستستفيد؟ وهل يغطي احتياجات الأسواق المعتمدة على محروقات الخليج عبر مضيق هرمز؟ التعويض صعب، ولكن قد يكون هو جزء من التعويض عن مضيق هرمز. لماذا؟ لأن هناك لا ننسى 6 دول منتجة للنفط، دولتان منتجة للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، تمر جميعها على مضيق هرمز. ولكن هناك نقطة في هذا الميناء الناظور، طبعا هو ثاني أعمق وأكبر ميناء في البحر المتوسط، سواء الجزء الشمالي أو الشاطئ الجنوبي، وهذه نقطة مهمة. حين سيتم افتتاحه كاملا سيكون هناك إمكانية لتخزين 25 مليون طن من الغاز المسال. هذه كمية ليست يسيرة، هي بالضبط ثلث ما يمر من الغاز المسال عبر مضيق هرمز من دولة قطر. الأسواق أو حتى مصادر الغاز يعني ستستفيد منها طبعا يعني دول أوروبا، يعني جنوب أوروبا، دول الاتحاد الأوروبي، إسبانيا، فرنسا، نصل حتى إلى اليونان. هذه ممكن أنه تستفيد من هذه المنصة، المنصة إن صح التعبير، ويعني يمكن بذلك إضافة لما الخط الذي يعبر إلى إسبانيا، الخط الذي يعبر من الجزائر إلى جنوب أوروبا، من تونس إلى جنوب أوروبا. ولا ننسى أنه في الجزء الشرقي، يعني هذا الميناء في الجزء الغربي من البحر المتوسط. ماذا هناك في الجزء الشرقي؟ هناك أكبر محطات لتسييل الغاز في مصر، وهناك يعني إمكانيات لخزن الغاز حتى عبر يعني ما يطلق عليه خط سوميد لنقل النفط
من البحر المتوسط، من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط. هذه جميعها تجعل أنه هناك خارطة جديدة للطاقة تتشكل في البحر المتوسط وعلى مستوى العالم أيضا. الميناء إذن مشروع يسعى من خلاله المغرب إلى ترسيخ مكانته كفاعل رئيسي في التجارة البحرية الدولية وتقديم بديل استراتيجي في زمن تتزايد فيه المخاطر على الممرات التقليدية. فهل هذه الإمكانيات تؤهل الميناء ليعوض النقص في الإمدادات التي تمر عبر مضيق هرمز؟ طبعا عملية التعويض ليست يسيرة. هناك لا ننسى جار المغرب الجزائر، وهي من الدول التي منتجة للغاز، وأنا أعتقد في المستقبل قد يكون في المستقبل في السنوات القادمة قد يكون هناك تعاون بين الجزائر والمغرب في ميناء الناظور بعد أن تستقر الأمور في شرق البحر المتوسط. المشروع المغربي يثير قلق الجار إسبانيا على ما يبدو، ففي مقال لصحيفة الإسبانيول جاء فيه أن الاتفاقيات التي أبرمها الملك محمد السادس مع الإمارات العربية المتحدة لتشييد ميناء الناظور قد تزيد من الضغط الاقتصادي على مدينتي سبتة ومليليا. وجاء في صحيفة الكونفيدنسيال أيضا: تواصل الرباط المضي قدما في مشروع ميناء الناظور الجديد الذي تسعى من خلاله إلى جذب جزء من حركة نقل الحاويات من ميناء فالنسيا على غرار ما حدث سابقا مع ميناء طنجة المتوسط. الميناء إذن سيشكل نقطة تحول في كيفية تأمين إمدادات الطاقة بفضل قدراته التخزينية وقيمة مضافة لمنظومة الموانئ في المغرب، ويعزز دوره كمنافس استراتيجي لوجستي في المتوسط وفي الأطلسي. فهل سيثير مشروع بهذا الحجم حساسيات في المنطقة؟ أوروبا اليوم بحاجة لمصادر طاقة جديدة. هي تستطيع، شفنا أنه بدأت أوروبا تعمل على إنشاء محطات تغويز، وذلك لاستجلاب الغاز القطري. مثلا صار في عدة عقود تم التوصل لها بين ألمانيا وقطر انرجي. أيضا اليوم الجزائر يلي هي عندها قدرة أنها تصدر الغاز تبعها على إيطاليا من خلال الأنبوب الموجود. كمان الجزائر هي أحد المصدرين اللي أوروبا بحاجة لهم. وميناء الناظور اللي هو عمليا عم بيتحول ل انرجي هاب، يعني كومبلكس متعلق بالطاقة أساسي، سيكون أيضا يلعب دور أيضا لتأمين أولا وأهم الأمن الطاقة المغربي. المغرب اليوم بلد شوي عم بيصير أكثر تقدما صناعيا، وهو بحاجة إلى مصادر طاقة، وهو يعمل على أيضا الدايفرسيفيكيشن أو تنويع الاقتصاد المغربي. فإذا المغرب أولويته كمان هي أمن الطاقة عنده، هذه من جهة، ولكن أيضا يريد أن يلعب دور بأمن الطاقة الأوروبي، أو أن يكون أحد العقد النودز في تأمين سلاسل الإمداد الأوروبية، إن كان من الغاز، إن كان من مشتقات النفط، إن كان من الهيدروجين أو البلو والجرين هيدروجين، يلي بتعتبر مصادر طاقة نظيفة أكثر. إذن مع تركز الاهتمام الدولي اليوم على البحث عن ممرات بديلة أكثر أمانا واستقرارا، يبرز ميناء الناظور في المغرب كأحد أبرز المرشحين للاطلاع بدور محوري في سد النقص الحاصل في إمدادات الطاقة نتيجة إغلاق إيران لمضيق هرمز وتعطل الإمدادات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا. فهل سينجح المغرب من خلال ميناء الناظور الذي تقترب أشغاله من نهايتها في المساهمة في تعويض هذا النقص وتحويل أزمة إمدادات الطاقة العالمية إلى فرصة تاريخية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. إلى اللقاء.